يعني ما هو انت يا دمك خفيف يا ظريف يا بتستظرف يا انت مش عارف حاجه خالص. يعني في واحد امبارح قاعد بيقول لك ايه، اتمنى الاهلي يرجع لسابق مستواه. انت عارف المسرحيه بتاعت ايه؟ شيلوه من فوق لا يموت. شيلوه من فوق لا موته. يرجع لسابق مستواه. يعني مش فاهم يعني. انا مش فاهم يعني ايه اللطيف اللي بقوله ده ايه ده ما يضحكش اني ازر الخروف ده. استنى ثانيه واحده. استاذ راعي، اهلا بيك يا فندم. اولا موضوع سيد ابو حفيظ، اسهل حاجه تقول له انت يا ابني شكل القرد، يلا انت قرد خلاص. اسهل حاجه نتريق على مخاليق ربنا. نمره 2، انا قلت لك يا ولد يا ارهابي، تاني يا ولد يا ارهابي، لو انت راجل وعندك ملابس داخليه روح الفيوم اعمل فيديو من هناك. انت مطرود ومضروب، انت وعيلتك مطرود من الفيوم المحترمه يا ارهابي. نمره 3، اي حد مرحله مش فراشه، عارف الفراشه بتاعت كل سنه 17 و18 لعيب ومجدي الكدواني في الفرح، فاهم؟ رصة الموسم. فراشه في ازمه في الفراشات في شهر 7 و8. صباح الخير. مضروب انت وعيلتك مطرود من الفيوم المحترمه يا ارهابي. نمره 3، اي حد في الدنيا محترم بيأجر لا مؤاخذه واحده كده تقعد تردح، انت بقيت رداح. نمره 4، شوف يا ابني انا عندي انصار بالملايين، بحذرك لو ضربوك. شوف انا وصلت لدرجه ايه؟ ضربوك وفي قلب النادي الاهلي. شفت بقى انا وصلت لايه بقى؟ في قلب النادي الاهلي، ويجيبوك يا سيد عبد الحفيظ لغايه عندي ويقعدوك في بشالوش الرجاله، تقعد معانا شهر كده لغايه ما تتعلم المرجله وما تجيبش سيره اسيادك. يا ابني امير مرتضى متربي، كان ضابط شرطه محترم. يبقى في عصر في صوت عالي واشبه بالبلطجه وقله التقدير وقله الاحترام وقله الكلام الصح واللي ما يتنافى مع السلوك الرياضي انت نملايه في وسط البشر باخلاقك اللي دي، مش عشان انت فقير ولا غني. استخبى يالا. طيب. وقول لامن الدوله هو تسابينه ليه؟ الواد ده متساب ليه يا جماعه؟ الواد الكبار امير مرتضى منصور وسيد عبد الحفيظ، انتوا الاثنين فيجرز، شخصيات في منتهى الاهميه. انت راجل تقريبا مسؤول عن الكره في نادي الزمالك، بتكلم على امير وبيعمل تعاقدات في منتهى الروعه وجاب كوتش 20/10، وانت كابتن مصر وانت ايضا مدير الكره في النادي الاهلي. لازم نرتقي بحوارنا ومالكش دعوه بالتاني، خليك في حالك، خليك في نادي الزمالك. اوعى تقارن يا احمد ارهابي عيلته ميته في رابعه مقتوله في رابعه عشان ارهابيين بامير ضابط الشرطه المحترم المحامي المحترم في الاستئناف. ما تقارنش ده بده، ما تقارنش الخدام بالسيد. وحذرتك على الهوا لو جبت سيره عيل من اهلي تاني، لا اهلي الموضوع ما عادش فيه اهلي وزمالك، في مرتضى منصور وانت هاله تاني وانت يا ولد. ولو انا عارف انك ليك عيله في الفيوم كنت جبتهم، انما انت مالكش عيله. انت مالكش عيله. انت مالكش عيله. وعلى فكره امير مرتضى ابو زوجته المحترمه. اقول لك على حاجه كويسه قوي. انا اي حد السنه اللي فاتت كان بيغلط فيا ولا حاجه عمري ما رديت على حد خالص. صحيح. بل بالعكس كلهم فوق دماغي يعني وراءهم، وزي ما قلت لك يعني ايه الدنيا بتلم يعني. تمام. في واحد من الركاب، وان كان يعني انا في مذيع شيزوفرينيا اللي هو بقاله 7 8 شهور كل حلقه وكل كلمه بيجيب سيره سيد عبد الحفيظ من غير ما اعرف ليه، يعني مره كده ومره كده، يعني اساسا يعني اكنه هربان من فيلم كرتون، كل شويه يجيب اسمي ويجيب سيرتي وسيد عمل وسيد اتسوى وسيد قال وسيد اعترض وسيد، ويقوم يقف يقول سيد وقف كده. انا ما بعرفش هو واقف ولا قاعد الحقيقه في الاستوديو، لكن انا بقول له يعني اهدى شويه، الحياه مش كده خالص، يعني اهدى والمنطق وفي ذاك الوقت. وهنا السؤال خلاص كلمه ادمت انا يعني الكلام ده خلاص بقى، العب واشتغل على نفسك شويه. وبعدين يعني حتى انت الحكام بقى وحشين دلوقتي بالنسبه للفرقه الثانيه والمنافسه، يعني مش المشرف اللي عندك اللي قال يعني بكل ثقه ما اعرفش جايبها منين، يعني انا كابتن سيد لو عايز تحكم الماتش اللي جاي تعالى، ما اعرفش الثقه دي كان جايبها منين يعني. حتى لما اتسال في بدايه الدوري قال لك انا المنافس بتاعي مش النادي الاهلي، يعني ده على اساس ايه؟ يعني السنه اللي فاتت انا بطل الدوري والثاني الاسماعيلي، اللي قبلها كنت انا بطل الدوري والثاني مصر المقاصه، ومن 3 4 سنين كنت انا بطل الدوري ورايا سموحه. ما اعرفش الثقه دي كانوا جايبينها منين يعني. لكن في النهايه انا بحترم الفرقه كفرقه وكنادي، لكن في النهايه انت بتلعب على شغل وبتنافس بشكل كويس قوي ومصر على حاجه ان شاء الله تنافس باذن الله. شكرا. نبارك يا كابتن اسلام. تمام. والاهلي يفضل بنفس الشكل اللي هو فيه الهدوء الراقي
راقي جدا، ما احنا طول عمرنا راقيين وهنفضل طول عمرنا راقيين غصبا عن اي حد، هنفضل طول عمرنا راقيين وفي فرق شاسع ما بين ده وده، لكن ما يبقاش فيه خلاف. رايك ايه في الكلام ده؟ كابتن بيب مقطع لسانك، فاهم؟ ويا خطيب لم الواد اللي عندك، لم الرداحه. تاني بقول لك لم الرداحه. تالت لم الرداحه. وسهل اجيبك يا سيد، سهل جدا. واقسم بالله العظيم رجالتي يجيبوك، وبعدين انا بقول لهم هم عايزينك، نفسهم فيك، نفسهم يعلموك. قول تاني يا محمود الخطيب، هحكي ليالي الحلميه وقصه مجدي وميمي يا حراميه الساعات. ها؟ بقول لك يا هو لموا نفسيكم. وعلى فكره الست رانيا الدكتوره المحترمه دي مش اول مره تتكلم عن الساعات، اقسم بالله العظيم في المجلس. شكرا. يقول لي اسكت بقى، ده انا بنورك، ده انا بنورك. استر يا رب، انت جيت لي منين؟ جيت لي منين؟ يا خطيب لم كتاكيتك زي ما لميت الساعات. طيب سهلا، الف مبروك. الله يبارك فيك يا ايه يا اخواني، دي البلد مقلوبه بره، مالكم؟ احنا جايين نهدي النفوس، بعدين يعني انتوا برضو اهل وحبايب، ها؟ رواق. خلي بالك في الحلميه بعد اسم الضرب الاحمر، اهدى، بلاش اقول وامنعك تنزل من بيتك باللي هقوله وتبقى راسك مدلدله طول عمرك. محمود لم العيال اللي عندك. لا كده الكلام اختلف. ما حدش يجي ناحيته، ده ورق رسمي. طب اللي كام 7000 ريال سعودي و600,000 دولار، لا ما حدش يجي ناحيته. طب المليون 950 مليون 950 الف دولار، كل ده خدوهم، لا ما حدش يجي ناحيته. طب ال 283 مليون اللي خدهم محمود الخطيب في جيبه واشترى بيهم في دبي، لا ما حدش يجي ناحيته، لا تيجي ناحيته. البلد بلد قانون. منطقة أعراض. أعراض؟ أمال أنت فاكر إيه؟ هي حصلت اعراض. احنا في ده أعراض. طب وعلي بقى كده يا باشا. ايوه اعراض. اوعى من جدك. دخلنا فيها. وانا هنا والله العظيم يا احمد ما بقيش محكمه، بقيت محكمه صعبه وملازمه. فكنت خلاص انا القضيه قدامي قررت هدي ده 3 سنين، خلاص اديله 3 سنين، فراح على المنصه واتحكمت المحكمه. بكتب انا اهو خلاص ببراءه المتهم. انا اللي بكتب براءه وانا داخل الساعه 3 عايز